مالي تقلب الطاولة على الجزائر. زيارة مايغا تفتح صفحة جديدة. واش اللي وقع في الجزائر مجرد زيارة عادية ولا بداية تحول كبير في العلاقات بين باماكو والجزائر؟ رئيس الحكومة المالية عبد الله مايغا وصل للجزائر بدعوة رسمية حاملا رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا إلى الرئيس عبد المجيد تبون. في زيارة جات في فترة طويلة من التوتر بين البلدين. الزيارة دارت في 24 غشت 2026 وكان في الاستقبال مايغا الوزير الأول الجزائري سيفي غريب قبل ما يستقبلوا الرئيس عبد المجيد تبون. والسلطات الجزائرية والمالية قدمت الزيارة باعتبارها خطوة لإعطاء دينامية جديدة في العلاقات وإعادة إطلاق التعاون بين البلدين. ولكن سياسيا كاين سؤال أكبر: شنو تبدل بين مالي والجزائر باش ترجع قنوات التواصل بهذا الشكل؟ الكاتب والباحث البوركينابي محمد الأمين سواديغو قدم قراءة خاصة لهذا التطور، واعتبر أن وصول القيادة المالية للجزائر كيعكس تحولا في ميزان العلاقات، خصوصا بعدما كانت العلاقات بين البلدين عرفت أزمة قوية خلال الفترة الماضية. وسواديغو كيشوف أن مالي دخلت لهذه المرحلة وهي متمسكة بشكل كبير بخطاب السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، وهي مواقف سبق لعبد الله مايغا نفسه أن أكدها علنا. كما أن الجانب الجزائري تحدث في الأسابيع الأخيرة عن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. واللافت أن الزيارة ما كانت مجرد لقاء بروتوكولي. مايغا حمل رسالة من أسيمي غويتا إلى تبون، وبعد اللقاء أعلن الجانب المالي أن الرئيس غويتا وافق على القيام بزيارة رسمية للجزائر، وهو تطور كيبين أن قنوات التواصل بين البلدين دخلت مرحلة جديدة. وهنا كتجي القراءة ديال سواديغو، هو كيشوف أن مالي ما مشاتش للجزائر باش تتراجع عن مواقفها، وإنما باش تتعامل مع الجزائر من موقف دولة كتدافع على اختياراتها السيادية. لكن واش هذا الشيء كيعني أن مالي ربحت الحرب السياسية والدبلوماسية؟ هنا خاصنا نوضحوا أن هذه قراءة وتحليل ديال سواديغو وماشي نتيجة رسمية معلنة من الحكومتين. المؤكد أن الطرفين اختاروا حاليا لغة الحوار والتعاون بعدما كانت العلاقة بينهما متوترة بشكل كبير. والملف الأكثر حساسية كيبقى هو قضية الجماعات المسلحة وشمال مالي وموقف كل طرف من وحدة الأراضي المالية. وسواديغو كيشدد في قراءته على أن أي مقاربة مستقبلية خاصها تحترم سيادة مالي ووحدة أراضيها، خصوصا أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر أسسوا إطارا إقليميا خاصا بهم وهو تحالف دول الساحل. وفي المقابل الرسائل الرسمية الأخيرة بين الجزائر ومالي كتأكد على إعادة بناء التعاون وحسن الجوار، وهو ما كيشير إلى أن الطرفين اختاروا في المرحلة الحالية التهدئة والحوار بدل التصعيد. إذن واش فعلا مالي قلبت الطاولة على الجزائر؟ الجواب غادي تحدد التطورات المقبلة، لكن المؤكد أن زيارة مايغا للجزائر فتحت بابا جديدا للحوار، والأيام المقبلة غادي تكشف واش هذا التقارب غادي يتحول إلى اتفاقيات حقيقية ولا غير تهدئة سياسية مؤقتة. أشنو رأيكم؟ واش هذه المصالحة بين مالي والجزائر غادي تكون بداية صفحة جديدة ولا أن الملفات الخلافية مازال غادي ترجع للواجهة؟ لايك والبارتاج وخليوا لي رأيكم في التعليقات.